السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عشان نعمل احلى فتة هنجيب حلة زي ما انتم شايفين كده، ونحط فيها مادة دهنية، معلقتين كبار سمنة زي ما انتم شايفين كده. السمنة طبعا اللي انت بتحبي تستخدميه، او زيت ذرة براحتك خالص. دول معلقتين كبار سمنة كده، معلقة تومة، توم مفروم حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. نقلبها كده عشان تاخد اللون الذهبي الجميل. انا طبعا التوم ببقى مفرزاه عشان كده سهل عليا اخد منه على طول واشتغل. هنا زي ما انتم شايفين بسلق بقى ايه اللحمه. حطينا معلقه صغيره سمنه وشوحنا فيها اللحمه، وبعدين حطينا الميه المغليه، وبعدين حطينا بقى الحبهان وفلفل اسمر حبه عشان ما تسودش الشوربه. حطينا الحبهان ورق اللورا وطماطمايه وبصلايه وجزرايه مقطعين 4/4. ده بقى حبايب قلبي جزر بسلقه عشان اعمل احلى مشمشيه، هتشوفوها في القناه باذن الله. شويه كزبره زي ما انتم شايفين كده، ما بحطهاش في الاول مع التومه ليه يا حبايب قلبي؟ يعني دي معلقه تومه كبيره، ما بحطش معاها الكزبره في الاول عشان لو حطيتها هتاخد لون على طول الكزبره، وتبقى لسه التومه لسه نيه. فانا بستنى لما التومه شويه كده يعني تاخد اللون، واروح حاطه لها بقى الايه، الكزبره اللي قلت لكم عليها دي. وبعدين زي ما انتم شايفين تقلبتين كده، ونحط لها بقى شويه خل حلوين كده اهوت عشان ايه، نطفي بيها الخل، يعني نطفي التومه بالخل. واول ما تشربهم كده زي ما انتم شايفين، نحط بقى عصير طماطم. الطماطم ضربها في الخلاط ومصفياها كميه حلوه كده معتبره. بس قبل ما احط الطماطم حسيت ان هي ايه، يعني مش حمرا قوي، فقلت ايه اعزز اللون، فحطيت معلقتين صلصه زي ما انتم شايفين كده. يعني لو الطماطم بتاعتك حمرا مش محتاجه صلصه، خلاص هتحطي الطماطم على طول بعد ما تصفيها. لقيتيها مثلا محتاجه لون كده، تعززي اللون بتاعها ومش حمرا قوي، هتعملي زي ما قلت لك كده معلقتين صلصه وتقلبيهم، بعد كده تحطي عصير الطماطم. ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، احنا بنحب الصلصه كتير فعامله كميه محترمه يعني. يجي 2 كيلو كده عصير طماطم يعني، وعصيرهم ضربهم في الخلاط، شويه ملح وفلفل. طبعا لو احتاجنا ملح في الاخر بنحطه، انتوا عارفين الطماطم مع الغليان بتحدق، فما بحطش ملح كتير في الاول، بظبط الدنيا بعد كده. يعني شويه ملح وفلفل واسيبهم بقى ايه، يبقى الصلصه بالخل والثوم الجميله الحلوه بتاعتنا دي تتسبك، وارجع اوريكم السمك بتاعها عامل ازاي. برضو معلقتين سمنه كبار كده اهوت عشان نحط بقى الرز البلدي الجميل، منقياه وغسلاه بس مش نقعاه ولا حاجه. واول ما السمنه سخنت وساحت كده زي ما انتم شفتوا، حطيت الرز واقلب فيه، احط شويه ملح ابيض بقى واقلب كده كويس لغايه ما يخشول كده الرز في السمنه، يعني يتشرب كده الماده الدهنيه بتاعته، عشان اضمن ان هي كده. الحركه دي بتخلي الرز مفلفل يا حبايب قلبي. شايفين الصلصه اتسبكت كده وبقت جميله، ما بحبش اخليها ولا تخينه قوي ولا خفيفه قوي زي الميه كده، سمكها حلو ما شاء الله. شلت الصلصه عشان اتسبكت وحطيت الرز مكانها عشان ايه، العين دي اعلى. بصوا بقى العيش الجميل الملدن اللي احنا بنجيبه ده، عندنا فرنه بتبيع العيش ملدن كده جميل. ال8 ب10، كان الاول 10 ب10، دلوقتي 8 ب10، بس بيبقى ناشف وملدن كده وجميل. بتكسريه زي ما انت شايفه كده، حبيت اوريهولكوا يعني الخطوه دي. تكسريه بقى حتت صغيره كده، المقاس اللي انت عايزاه، عشان هنشوحه دلوقتي على النار بطريقه معينه، بيخلي طعمه طعم جدا جدا جدا. العيش ده احنا بنحبه كمان ناكله بالجبنة، يعني بيفتح النفس صراحة. تعملي فتة نابت وتكسريه فيها، يعني ليه حاجات كتير صراحة. حلة كده هحط فيها معلقة سمنة حبايب قلبي كبيرة كده، معلقة تومة صغيرة كده. عايزين نطعم العيش اللي كسرناه ده بطعم التوم. هي فتة بقى يبقى كلها ايه ما شاء الله. طفيناها بشوية خل زي ما انتم شايفين كده.
في ناس بتحط العيش زي ما هو كده، وفي ناس لا، زي ما انتوا شايفين كده اهو بنطعم العيش، بيبقى طعمه جميل كده لما بيبقى بالثوم وبالخل والكلام ده كله. ولسه هنحط له اضافتين كمان. خليكوا واحده واحده. انا حبيت احطه في حله ألمونيا عشان ما يجرحش، طبعا لان العيش ناشف، عشان ما يجرحش الجرانيت او الحله السيراميك بتاعتك والكلام ده كله. هنحط كبشه من الصلصه اللي احنا حطيناها دي. طبعا اللحمه ما كنتش حطيت فيها الملح، خليته في الاخر زي ما انتم شايفين كده، قبل السوا ب10 دقايق كده، لان الملح من النوع اللي ايه يعني بيأخر سوى اللحمه. وطبعا واحنا بنسلقها كنت حاطه معلقه صغيره ألمونيا نظيفه دايما بحطها، لا تحطي مثلا بلحايه بالنوايا بتاعتها. تمام. يبقى حطينا على العيش واحنا بنشوحه كبشه صلصه وكبشه ايه شوربه، بس مش اكتر، احنا مش عايزينه يعجن، بس كده ايه ياخد الطعم اللي احنا يعني حطيناه بتاع الشوربه والصلصه. شلت بقى المكان الرز ومكان اللحمه، لما طبعا كانت الشوربه بتدلدق يعني مش الغسله اللي هي، بس ايه شلته كله ونضفت زي ما انت شايفه ايدك كده تبقى في الحاجه. طبعا هو اللي عينه سخنه وبتاع، فسهلت علينا ان احنا نغسله على طول كده وننضفه بليفه كده سبونشه كده او السلكه بتاعت الاستانلس وشويه صابون سائل والكلام ده كله سريع سريع يعني. وبعد كده رجعت الحلل تاني عشان اكمل الرز. طبعا حطيت له الملح وخشوي، خلاص هزود له الشوربه. عايز تعمليه بميه ومرق الدجاج براحتك لو ما عندكش شوربه، لكن احنا عندنا شوربه فحطيت له ايه، ظبطت له الملح. ظبطي الملح بتاعك وبتزودي الشوربه كده عقله او اتنين كده على الرز. اللحمه بسم الله ما شاء الله طلعتها هي مستويه وزي الفل. يبقى بتشوحها في الحله على النار، بنحط فيه معلقه سمنه ونشوح اللحمه الاول زي ما انت شايفه، وعملنا مع بعض قبل كده في كل الفيديوهات نشوحناها، وبعدين بنحط الميه اللي بتغلي، وبعدين نحط ورق اللورا والحبهان، وطبعا لو في ريمه بنشيلها، وبعدين نحط الورقه والحبهان والبصلايه وجزرايه وطماطميه مقطعين 4/4 من الكباب الصيني والفلفل الاسمر. خدت شويه كمان شوربه حطيت فيها مرق الدجاج، مع ان هي كل حاجه فيها طبعا الفلفل والملح والورق اللورا والحبهان والطماطم وكل حاجه والبصل، كل حاجه موجوده. صفينا شويه شوربه كده حلوين من اللحمه وعملنا فيهم احلى ملوخيه. خرطنا الملوخيه زي ما نقيناها وغسلناها وصفيناها كده وبقت منديه، رحنا خرطناها زي ما انتم شايفين. انا معايا بنتي دايما بتساعدني، فهي صراحه اللي بتعملها لي زي ما انتم شايفين. عملناها بالمخرطة جميلة ولونها اخضر كده وجميل زي العسل. بتحطيها كده وتقلبي كده الملوخية كده بمعلقة زي ما انت شايفة. لو انت ما بتعرفيش بالمعلقة ممكن بالمضرب السلك عادي خالص او السيليكون مضرب البيت، فبيبقى سهل خالص ما بياخدش منك ضربتين كده ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده يا دوبك تسخن كده، ومن الجناب زي ما انت شايفه كده اروح انا بقى احط لها الثوم. ما تخليش الملوخيه تغلي كتير وتبقى مش حلوه حبايب قلبي. خلاص انا شلتها وحطيت مكانها ايه، لما بيبقى عندي عين تانية بحطها التوم على عين ودي عين، بس انا ايه كنت عايزه استغلها ايه ورا بعض فشلتها زي ما انتم شايفين كده وحطيت التومه مكانها. برضو معلقه سمنه كبيره حلوه كده ومعلقه تومه وملح وفلفل. وقبل ما يعني تاخد اللون اللي انا عايزاه هحط شويه الكزبره اللي احنا متعودين نحطهم، عشان زي ما قلنا لو حطيناهم برضو الكزبره في الاول هتدي لون على طول والتومه تبقى لسه فاتحه نيه، فانا ايه بحطها في الاواخر زي ما انتم شايفين كده. بحط شويه كزبره واقلبهم عشان ما تتحرقش بدري. حطينا الكزبره ونزلي بقى ما شاء الله التومه الجميله كده وترشيها. قولي بسم الله، ما تشهقيش زي زمان ما كنت بتشهقوا يا جماعه. قولي بسم الله هيطلع احلى اكل وانت قاعده بقى بتسبحي الله بتذكري الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. طول ما انت قاعده يبقى لسانك رطب بذكر الله، وانت في المطبخ وانت بتروقي وانت بتعملي اي حاجه. ارجع على النار كده غلوه وخلاص. والرز بقى هنقلبه ونشوفه استوى ولا لا، لان طبعا اول ما بيشرب خالص بنوطي عليه بقى شمع على النار. واللحمه هي ما شاء الله هنحمرها في الجريل عادي، والصلصه جاهزه تمام، والعيش طبعا جاهز زي ما انتم شايفين كده معانا. حاجه تحفه بسم الله ما شاء الله. احنا دايما بنعمل جنب الفته صراحه ملوخيه، لان الفته انا مش ببقى محتاجه جنبها حاجه تاني، بس بحط شويه ملوخيه لان في ناس عندي ما بياكلوش الفته، فبعمل لهم طبق رز بياكلوه بالملوخيه. وفي نفس الوقت الملوخيه خفيفه يعني مش لو طبيخ احمر هيبقى تقيل جنب الفته، فاحنا الملوخيه او الويكه حاجه خفيفه جنب
الفتة حبايب قلبي زي ما انتم شايفين بحمر اللحمة في الجريل تحميرة كده خفيفة كده سريعا كده، وهنغرف مع بعض وهنشوف ترتيبة الفتة ازاي في الغرف. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. الفتة دي دايما نعملها في اي مناسبة زي مثلا العقيقة، ساعات بنعملها، يعني لما بيكون نادر ساعات بنعملها طبعا، واساسي في العيد وفي رمضان والله بنعملها، احنا بنعملها في كل وقت لان احنا بنحبها يعني، فهي اكل اساسية في كل بيت مصري. الاول بتحطي زي ما انت شايفة كده شوية عيش، طبعا العيش برضو متبل ومتطعم بكل الحاجات الاضافات اللي احنا حطيناها لها، فبتبقى جميله جدا جدا. طبعا بيبقى برضو طري شويه لان احنا حطينا لها كبشه شوربه سخنه وكبشه شوربه، فبرضو بيبقى متطعم. انا بقى بزود شوربه بس مش على العيش عشان ما يعجنش. انا هتشوف ازاي هنحط الرز الاول، يعني بقى بعد العيش نحط الرز. زي ما انتم شايفين انا دايما بحط الرز بيبقى ابيض، وهو المفروض الرز ابيض، يعني انا مش عامله شعريه ولا عامله حاجه، بس انتوا لو تلاحظوا لونه محمر ليه، لان انا كنت عامله كله شوربه، والشوربه ما شاء الله دسمه وتقيله، واللون الطماطم فيها طبعا اللي احنا حطيناه والجزرايه مغير لون الرز، بس طعم ما اقولكوش يعني. فمش مشكله يعني الرز لو ادى لون مختلف ما فيش مشكله، بس ده كله عشان الشوربه كانت ما شاء الله دسمه وتقيله وحلوه. لو عايزه رز ابيض هتعمليه بقى بميه، لكن انا عاملاه بشوربه، والشوربه كانت تقيله وحلوه ما شاء الله. المهم بنحط طبقه عيش طبقه رز، ونحط بقى كبشه شوربه كده او نص كبشه شوربه كده بنوزعها على الرز، يبقى بتخلي الرز يطرى وينزل ويتشرب ويطعم من الشوربه وينزل على العيش ما يعجنهوش. يبقى بتسخني بيه بتسخني الرز بالشوربه بالعيش بيبقى طعم وجميل ومش معجن. فدي الفرق بين ان انت تحطي على العيش على طول الشوربه او ان انت تنزليها من على الرز زي ما انتم شايفين كده، يبقى العيش والرز وبعدين الشوربه. وبعد كده طبعا الصلصه الكميه اللي انت عايزاها بتحطيها بقى. في ناس بتزوق من فوق بطريقه معينه، بتكتب اسم القناه، بتعمل مش عارفه ايه. النبي عربي انا حطيت الصلصه وحطيت في طبق كده جانبي عشان في ناس بتحب الصلصه بزياده وفي ناس لا، فانا حطيت الطبق بالمعقول او زي ما انتم شايفين نص كبشه شوربه كده، نص كبشه شوربه كده. بصوا اللون الشوربه عامل ازاي من جمال الاضافات اللي انا حطيتها في اللحمه وهي بتتسلق. فطبعا هو مدي اللون الغامق ده للرز، لكن ما اقولكوش على طعمتها. مش عايزه الرز يبقى غامق كده، انت ممكن تخففي الشوربه بشويه ميه برضو سخنين وانت بتعملي الرز، تمام. او ما تحطيش الشوربه خالص تحطي الميه بس. هي حلاوتها ان هي فته بالشوربه بقى واللحمه، وتحسي بطعم الشوربه في كل حاجه زي ما عملنا في التوم والخل في كل حاجه برضو، في الصلصه وفي العيش. وهتلاقي في فيديو في القناه برضو كنت عامله لكم الرز برضو بالتومه. طبعا هنحط برضو شويه شوربه للي حابب وشويه صلصه للي حابب على جنب عشان خاطر ايه، اللي بيحب يعني يشرب شوربة او اللي بيحب يزود صلصة. واللحمة بقى تحطيها في سرفيز على جنب ماشي، تحطيها كل واحد نايبه على طبقه كده في الجنب او في ركنر مفيش مشكلة. زي ما احنا لما بننزل في العقيقة كده في الجامع بنحط الصواني وبنحط على وشها اللحمة من فوق، يعني بعد ما بنحطها زي كده والصلصة وكل حاجة بنحط اللحمة على وش الصينية وننزلهم كده الصواني للجامع. فيعني ما شاء الله أكلة جميلة وطعمة ومغذية ومفيدة وتغيير عن المألوف، مش كل شوية طبيخ، مش كل شوية محشي، مش كل شوية سمك. الفتة لا يعلى عليها، بسم الله ما شاء الله الله أكبر، حاجة تحفة. يا رب تكون عجبتكم، وأنا بحبكم في الله يا جماعة. ما تنسوش اللايك لو وصلتوا لغاية هنا، صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وما تنسوش اللايك والاشتراك، ولا بيعض ولا بفلوس، ده يعتبر من جبر الخواطر. وانا بحبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.